احمد السقا طالع في رمضان ده بحاجه كده على طرف المعلقه، ومحمد سامي حارمنا من اعماله السنه دي في رمضان 26، وهيقدم لنا مسلسل اوف سيزون بعد رمضان على طول اسمه قلب شمس. والمسلسل ده بطوله محمد سامي، اخراج محمد سامي، تاليف محمد سامي. يعني نشوف عمل سامي جدا بعد رمضان، واستنوا التحليل بتاع المسلسل بتاعه قريب قوي. والعوض السنه دي قرر يغير لونه وعامل تان شويه، قرر ان هو هيعمل مسلسل بروح محمد سامي وروح محمد رمضان، واتفرجوا على البرومو ثم اتفرجوا على جعفر العمدة، شوفوا الروح بتاعت المسلسل هتبقى عامله ازاي. والاهم من ده كله ان مي عمر حلفت، ما هي عامله عمل السنه دي 30 حلقه من غير محمد سامي، وقررت تعمل لنا مسلسل 15 حلقه بتتجوز فيه راجلين في نفس الوقت. وعندنا اخبار احلى واحلى واحلى كتير قوي هنتكلم فيها في الحلقه دي والحلقه الجايه، ولكن المره دي الحلقه عن اكتر حاجات انا هتفرج عليها في رمضان 26، وهقولهم لك بالترتيب والاسباب ليه، والحاجات اللي هنتفرج عليها نص نص، هندوق منها حته جت معانا نكملها خير وبركه، ما جاتش نكملها يبقى خلاص فكك منها. والحلقه الجايه قررت ان انا هعمل لكم فيديو بالمسلسلات اللي انا مش مهتم بيها. تخيل انا هعمل لك فيديو بحاجات انا مش مهتم بيها، فهي مضايقاني لاني درجه، وجبت لكم مفرش رمضان وعندنا خيمه رمضان. انزل اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نخش على اول مسلسل. اكتر مسلسل ليه شعبية في رمضان على مدار 6 سنين هو مسلسل المداح، برغم ان انا معرفش ناس كتير بتتفرج عليه، ولكن في نفس الوقت اعرف ناس كتير بتتكلم عن احداثه. والمسلسل ده السنة دي نازل لنا ببرومو هيخليك تتفرج عليك غصب عنه. انا اتفرجت على الجزء الاول عجبني وشدني، الجزء الثاني كان احلى من الاول، الثالث والرابع ما حسيتهمش، الجزء بتاع السنة اللي فاتت الجزء الخامس عجبني قوي. السنة دي بقى البرومو اللي معمول برومو يخوف، برومو صايع، وكده كده هنتفرج عليه عشان ده حماده هلال، لان ده المسلسل الاقوى والمستمر على مدار 6 سنين. يعني احنا ممكن نعمل ايه؟ شفت السيزون المداح ده قصه لوحدها، تخيلها بقى. ومشارك حماده هلال نفس الضيوف بتوعه، فتح ابواب، كل الممثلين بتوع السيزون اللي فات موجودين معاه، بالاضافه لاحمد السقا. احمد السقا السنه مش عارف هو هيخش بشخصيه خير ولا شر، شيطان ولا انا مش فاهم، بس انا متحمس. والمسلسل الثاني وهو فن الحرب هنتفرج عليه كده كده عشان يوسف الشريف وحشنا قوي، يعني انت بقالك 5 سنين، اخيرا هنتفرج عليك ونستمتع. وكده كده نعمل لك فيديو عندك في القناه تقدر تتفرج عليه، تحليل البوستر وتحليل وتوقعات للمسلسل من قبل ما يعملوا البرومو من حوالي شهر فات، فتقدر تتفرج عليها وتقدر تنبسط وتعرف احداث المسلسل من قبل ما تحصل. والمسلسل الثالث وهو مسلسل فخر الدلتا، ده كده كده هنتفرج عليه. انا توفى لاحمد رمزي، انا بعشق احمد رمزي وبعشق عم رمزي وبعشق اخوات رمزي وبعشق شله رمزي، انا يا جدعان انا بحبك يا رمزي، فاهم؟ فكده كده المسلسل ده هو اكبر مغامره في رمضان لممثل لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومتاكد بنسبه كبيره بعد اراده ربنا ان المسلسل ده هيحقق نجاح خزعبلي، وهتكون خطوه قويه جدا لهادي الباجوري اللي هو المخرج اللي تحت اشراف ساندرا نشأت، وفي نفس الوقت بطوله احمد رمزي مع ابطال جامدين جدا زي كمال ابو ريا وانتصار. بقول لك ايه، المسلسل ده من احلى المسلسلات 30 حلقه اللي انا هبقى في الشتاء عايمه وهبقى بضحك وبتاع واحنا بنتفرج عليها. اما اخر مسلسل 30 حلقه انا حاطه في الليسته بتاعتي هو مسلسل راس الافعى بتاع امير كرارة، ويعتبر الاختيار رقم 4. هنتفرج عليه، هنتابع الاحداث. انا من اكتر الناس اللي بتحب المسلسلات اللي بتناقش القضايا السياسيه، واول مسلسل حببني في القصه دي هو مسلسل طرف ثالث لو حد فاكره، يعني هو هتلاقيه على اليوتيوب هنا، مسلسل مش موجود في منصات، هو موجود على اليوتيوب، اتفرج عليه. الناس اللي هي من مواليد مثلا 85 لحد 93 هم دول اكتر ناس حسوا المسلسل، هم اكتر ناس شاركوا في الثوره واحداث الثوره وكل حاجه، والمسلسلات اللي بترجع لنا ايام زمان. تعال بقى اقول لك على المسلسلات ال 15 حلقه اللي انا متحمس اتفرج عليها، ومش بالترتيب قوي لان احنا برضو لسه مش عارفين المسلسلات تبقى ماشيه ازاي، ولكن انا عندي نظره مبدئيه للحاجه ومتحمس لها. اول مسلسل معانا هو اصحاب الارض، منة شلبي واياد نصار، اخراج بيتر ميمي. تحيه لاصحاب الارض، تحيه لابطال العمل، تحيه لاصحاب الفكره اللي قلبت الدنيا وقلبت الاعلام دلوقتي في دول تانية مش عايزين نقول حتى دول عليها. المسلسل ده عمل بروباجندا قويه جدا من قبل ما ينزل، وعايز اقول لكم حاجه، النوع ده من المسلسلات اللي بتستهدف القضيه وغزه والكلام ده، دي اكتر مسلسلات احنا مستفيدين منها، لان الدراما والتمثيل والاعمال الفنيه بتقعد اكتر من الكتب اوريدي موجوده ولكن محدش بيروح يفتحها، ولكن بيبقى عمل فني بموسيقى باضاءه تصويريه بمشاهد حقيقيه بمشاهد تجسيديه لاحداث حقيقيه، كل الكلام ده هو اللي بيفرق معانا، وهي دي القصه. هم بيحاربونا بالقصه واحنا هنحاربهم بالقصه.
القصه، ودي خطوه قويه جدا احنا خدناها. شكرا لكل ابطال العمل من قبل ما يبدا. والمسلسل الثاني اللي كده كده انا غصب عني هتفرج عليه لان انا بحب الممثل، بالاضافه لان اولادي الصغيرين بيحبوا يتفرجوا عليه والبيت عندي بيحبوا يتفرجوا عليه. هو مسلسل كان يا مكان بطوله ماجد الكدواني اللي بيناقش قضيه وحاجه عائليه. بقول لك ايه، ماجد الكدواني مش هنتكلم كتير. اللي حاسه مختلف شويه هو المتر سمير بتاع كريم محمود عبد العزيز والتوته واوتاكا. المسلسل ده انا متحمس له قوي، حاسس ان هو هيبقى مختلف عن المسلسل بتاع السنه اللي فاتت مثلا بتاع خالد نور وولده. بص حاسه هيبقى مختلف شويه، الميكس اللي بين كريم وبين توته وادائه وكوميديته وتمثيله انا بحبه قوي. فانا متحمس قوي 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 اتفرج على احداث المسلسل ده ونشوف بقى يا مساء الحال يا رب. يعني ده معلي ليفل التوقعات فيه، اتمنى ما يخيبش ظني، لان المسلسلات اللي انا بكلمك فيها دلوقتي انا متحمس اتفرج عليها من اولها لاخرها. وهخش لك برضو على اللسته الثانيه المسلسلات اللي هندوم منها حته، هنتفرج على حلقتين ثلاثه وهنشوف هنكمل ولا مش هنكمل. وما تنساش ان محمد سامي مش مشارك في اي اعمال السنه دي. مسلسل بيبو كزبره يا جدعان، ما تسيبوا الراجل يشتغل، اجتهد وتعب وشقي وعمل، ما يشتغل يا جدعان. مالكم ان الناس بتنظر على الراجل ده؟ هو ليه يعمل مسلسل؟ طب هو ليه ما يعملش مسلسل ويعمل مسلسل احسن منه؟ بني ادم ومجتهد ونقابه ودارس وعامل زيه زي احمد رمزي. خلاص احنا زهقنا من الجيل القديم، نغير روح، نغير رتم، نغير اسلوب، نغير افيهات، نغير نبره صوت، نغير ابطال ونجوم رمضان. شفنا الممثلين وشفنا على الناس دي كلها في اعمال تانية كتير، فنديهم فرصه ونفتح باب المسلسل كده على اخره ونديله فرصه ان احنا نتفرج عليه من اوله لاخره. وانا اراهنكم ان المسلسل بتاع كزبره ده هيطلع مسلسل قوي جدا، زيه زي مسلسل هي كيمياء بتاع مصطفى غريب اللي احنا برضه هنشوف مصطفى غريب لاول مره بطوله حصريه وهنستمتع معاه. وانا واثق ان احنا هنستمتع معاه. السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها انا قلت يا جدعان على فيديوهات، قلت لازم الراجل ده يعمل اعمال بطولته لوحده، لانه بصراحه يقدر يوزن عمل، يقدر يرفع عمل، واتمنى ما يخيبش ظننا وانا رافع سقف التوقعات قوي. والمسلسل اللي انا 100% هتفرج عليه وواثق انه هيطلع مسلسل مش عادي ومختلف 180 درجه هو مسلسل عين سحريه بطوله باسم سمره وعصام عمر. عصام عمر اللي ناس كتير انتقدت مسلسله بتاع السنه اللي فاتت اللي هو نص الشعب اسمه محمد، برغم ان هو كان من المسلسلات المفضله ليا لحد الحلقه ال11. بعد كده حسيته بدا يبوخ، ولكن مسلسل موتر. انا احب المسلسل اللي يسحلني معاه، يخليني اتاثر بالعمل، اتاثر بالمشاهد، اتاثر بالمواقف ذات نفسها. ده اللي عصام عمر بيقدر يوصله، بالاضافه لباسم سمره. فاحنا هنشوف عمل جبار بنسبه يعني 120-150%. ومعنا مسلسل اللون الازرق اللي هنتفرج عليه غصب عننا، مسلسل انا واثق ان هو هيوجع قلوبنا كلنا، بطولة احمد رزق وجمانة مراد ونجلاء. بص الاهم من كل ده دول على راسنا طبعا، ولكن مريم نعوم اللي كاتبه المسلسل ده هي اللي نكدت علينا رمضان اللي فات بلام شمسيه وخربت الدنيا وقلبت مصر حرفيا. فالسنه دي هي بتناقش قضيه تانية مع ابطال دراميين قوي. مثلا احمد رزق ده مش ممثل عادي، احمد رزق هو مش واخد حقه، ولكن هو مش ممثل عادي، هو رهيب رهيب رهيب. ولا حاجه هتشوفه بنفسك السنه دي، مش هنخسر حاجه. واللي بالنسبه لي بس انا شفت البوستر بتاعه كده، لا انا هتفرج على المسلسل ده، انا مش هحل المسلسل ده. فرصه اخيره، بطوله محمود حميده وطارق لطفي ومحمود البزاوي، كل واحد فيهم يقدر يعمل مسلسل بطولته لوحده، ولكن السنه دي هم عاملين مسلسل مع بعض. مسلسلات طارق لطفي انا من عشاقها، مسلسلات طارق لطفي اللي ما بتاخدش حقها، ولكن مسلسل من اوله لاخره انت حرفيا بتستمتع. انا عندي مسلسلات بحملها على البي سي لطارق لطفي. ليه؟ لان هو بيعمل حاجه محدش عملها، بيناقش فكره وقضيه وقصص ودراما ونوع خيالي شويه، ولكن محدش قدر يفكر ان هو يعملها ولا حاجه. هو لو مش ممثل جامد عمره ما كان هيقدر يطلع قدام محمود عبد العزيز في جبل الحلال، يعني شخصيه كين قدام محمود عبد العزيز ويديك الاداء والشعور والشرير اللي من النوع دوت، حرفيا ده مش ممثل طبيعي. فتخيل بقى هو مع محمود حميده ومحمود البزاوي، هننبهر. وعندنا مسلسل تاني اب ولكن بطولة محمد فراج، وربنا يستر ما يعملش زي السنه اللي فاتت يقلب الرساله. السنه اللي فاتت عامل لنا منتهى الصلاحيه، انا كنت متضامن ومتعاطف جدا مع موضوع المراهنات، برغم ان هو كان عامل مسلسل عشان يحارب الموضوع ده، ولكن جاب نتيجه عكسيه. السنه دي هو عامل لنا مسلسل اب ولكن وقانون الرؤيه والاولاد. وبقول لك ايه، ربنا يستر بس ما ايه المسلسل ما يروحش في حته مختلفه فالدنيا تخرب على الناس
الناس وربنا يستر على الاطفال. وعندنا اخر مسلسل انا متحمس اتفرج عليه هو مسلسل اتنين غيرنا بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني. آسر ياسين اتمنى بالمسلسل ده ان انت تنسيني الفيلم اللي انت عملته الاخير بتاع انغاب القط. السنه اللي فاتت انت عملت لنا المسلسل الجامد جدا مع مي عز الدين وديابو. انا حبيت المسلسل بتاع السنه اللي فاتت. ناس كتير مش عاجبها الاداء، لا مسلسل متكامل. انا احب المسلسلات الواقعيه بس فيها روح الدراما، انا بحب النوع ده من المسلسلات. وده اخر مسلسل معانا انا متفائل بيه وحطه في الليستة اولويات مسلسلاتي. تعالوا بقى نخش على المسلسلات اللي انا هديها ايه فرصه كده، هندوق منها معلقه معلقتين، هنتفرج على حلقه حلقتين، ان جت معانا هنكملها وما جاتش معانا هنبلكها. المسلسل الاول معانا هو كلهم بيحبوا مودي بطولة ياسر جلال، الراجل البادي بيلدينج اللي مش عارف هيليق عليه ازاي شخصيه الراجل النسوانجي اللي لم اجمد ممثلات في رمضان وفي الدراما المصريه حرفيا هو جايبهم معاه في المسلسل. هو مين انت جميله، انت مجذبه للنظر، انت رائعه، انت تمام، يلا الحلوين كلهم تعالوا معانا المسلسل. ويعمل فيها الواد الجامد اللي مفيش منه اتنين، اللي مقطع السمكه وديلها، اللي عايز يرتبط بدي وبيحب دي ودي بتجري وراه ودي وطالع بشخصيه شاب لا مش حاسسها لايقه عليه. ولكن انا عارف ان ياسر جلال يقدر يعمل اي نوع دراما، ولكن انا حاسه في الحاجات يعني مثلا رئيس عصابه، راجل بيزنس مان، بودي جارد، الحاجات دي كلها انا بالنسبه لي تمام ما قابلتش فيها اي مشاكل من اول رحيم وعلى يدكم انتوا شفتوا بنفسكم. انما الشخصيه دي انا مستني اشوف ياسر جلال هيعمل ايه، برغم ان الشخصيه دي على رامز جلال المسلسل كان هيبقى اقوى كتير. مسلسل علي كلاي بطوله احمد العوضي، ولو المسلسل ده انا حسيت ان هو فيه روح فهد البطل مش هكمله. انا مديله معايا ليميت 3 حلقات، حتى لو اتقفلت من الحلقه الاولى اتقفلت من الحلقه الثانيه انا هتفرج على ال3 حلقات. اتمنى طبعا ما الاقيش اي روح من فهد البطل، ما الاقيش اي روح من اعمال قديمه، برغم ان نفس الكرو هو نفس الكرو باختلاف بعض الاشخاص وبعض الممثلات، وانا اتمنى طبعا خير. اهم حاجه في المسلسل ده طبعا يعني احنا عندنا دره وعندنا يارا السكري وعندنا رحمه محسن، برضه هو احمد العوضي وحريم السلطان، هو ده نفس النظام اللي برضه ايه عامله ياسر جلال. فيا مسائل بقى الحاله رب، هنشوف حاجات حلوه، هنشوف حاجات وحشه، هنشوف مشاهد عاديه، هنشوف موديلات، هنشوف ستايلات، هنشوف لبس، هنشوف ازياء، وربنا يتقبل مننا الصيام. مسلسل عرض وطلب بتاع سلمى ابو ضيف اللي بيناقش قضايا بيع الاعضاء وقصص كده، فانا برضه مديله فرصه قويه قوي السنه دي. المسلسل التاني اللي هنديله فرصه هو مسلسل درش بطوله مصطفى شعبان. كده كده انا لازم اتفرج عليه عشان الاغنيه بتاعته بتبقى جامده والاولاد بيحبوه، فلازم نجس النبض ونعرف المسلسل احداثه ماشيه ازاي، وبناء عليه هل هنكمله ولا لا، هل هنقف في البيت وهم بيتفرجوا عليه عشان نكمله ولا لا، هل بص في مليون هل هنقولها واحنا مع بعض. فاتمنى السنه دي ما يكونش فيه سجع وقافيه، واتمنى المسلسل السنه دي ما يكونش فيه افيهات والفاظ خارجه، وربنا يسهل لنا بقى ويسهل على عبيده. ونيجي للمسلسل اللي من اسمه تحس ان هو مسلسل فكره مكرره، وهو مسلسل وننسى اللي كان بطوله ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، نفس الكرو نفس الاعمال نفس الكلام. اتمنى يا رب بحق جاي النبي المسلسل ده يختلف شويه، عايز يعني الاسم. طب هل بقى نفس المشاهد، هل نفس القصه الدراميه الحزينه النكد والضحيه واللي هي بتقوم وبتقوح وما بتسيبش حقها؟ هنشوف ايه السنه دي. انا متحمس اشوف ياسمين عبد العزيز في شخصيه جديده قوي، وانا واثق بعد النكش الاخير وبعد نكش اعلى اجر وبعد بص احنا هنشوف حاجه قويه. انا متفائل بياسمين عبد العزيز. انا دي مديها برضه 3 حلقات مش حلقتين، مش هقول لك حلقه نفسي فتحت على المسلسل، لا يا باشا انا خدي وقتك معاكي 3 حلقات يا باشا. رب انا بحب كريم فهمي، انا بعشق ياسمين عبد العزيز، بس انا عايز استمتع. انتوا في منافسه شرسه. وفي مسلسل كان في رمضان اللي فات كان بالنسبه لي هو اعلى مسلسل اتفرجت عليه واستمتعت بيه، هو مسلسل الشرنقه بطوله احمد داوود. السنه دي عامل لنا بابا وماما جيران، بطولته هو وميرنا جميل، بيناقش حاجه عائليه، قضيه بيتوتيه كده. بقول لك ايه برضه هنتفرج عليه وهنديله فرصته. اتمنى السنه دي ما يخيبش ظني. انا بص انا حاطك في ليفل الوحش. مسلسل افراج بطولة عمرو سعد، وعشان في حاتم صلاح، وعشان برضو انا بحب عمرو سعد، بس نفسي شفت اللي هو ايه اديني تعويض. يعني السنه اللي فاتت عمرو سعد عمال يزعق لي، بتزعلي ليه وانا بتفرج عليك؟ انت ليه بتزعق؟ اتمنى بقى السنه دي ما يبقاش في زعيق، اتمنى عشان اعرف اتفرج عليك وانا مبسوط. واتمنى برضو حاتم صلاح يكون ايه عامل دويتو معاك، اتمناها اقسم بالله. انتوا ممكن انتوا الاثنين لايقين على بعض اصلا، يعني فكرتني بهشام ماجد ومصطفى غريب. انت كده كده برضو في الدراما لو اشتغلتوها صح ممكن انت عمرو سعد تلعب انت وحاتم صلاح دويتو هين جامدين قوي، وانا متفائل برضو معاكم خير. اما المسلسل الثالث وهو
بطولة الكينج محمد عادل امام ومعاه البرنس مصطفى خاطر. انا اتمنى برضو ان نشوف حاجة احلى من السنة اللي فاتت. انا المسلسل السنة اللي فاتت ما حبيتوش ما كملتوش، اتفرجت عليه بعد رمضان عشان كنت قاعد مع الناس بتتفرج عليه واحنا قاعدين فاضيين وبتاع، مش اللي هو المسلسل اللي انا لا هي الحلقة الجاية نزلت انا احب كده، المسلسل الحلقة الجاية نزلت ابقى انا عارف مثلا متوقع سيناريو معين هيحصل ومرة واحدة اتفاجئ ان في حاجة غريبة حصلت غير اللي انا متوقعها. انا احب المسلسلات اللي من النوع ده قوي، انما الحاجة اللي انا متوقع ان البطل هيموت خلاص هيموت، اتوقع ان هيتسرق، اتوقع مين الحرامي، انا ما بحبش النوع دوت من المسلسل. ما بحبش النوع ده من التوقعات اللي انا الاقيها في وشي، لا انا احب الاختلاف اسحلني. المسلسل برضو اللي هنديله فرصه كده نجس بيه النبضه هو سوا بطوله احمد مالك وهدى المفتي، الاثنين تحس ان هو ايه واخد حته من رمضان اللي فات اللي هو اولاد الشمس و80 باكو، الاثنين لاعبين حته الدنيا جايه عليهم شويه وبيسعوا وبيشقوا. شفت التتر والاهم من كده بهاء سلطان هو اللي عامل التتر بتاع المسلسل. بقول لك ايه احنا هنشوف السنه دي يا رب المسلسل يطلع زي شفت الاغنيه بتاعت صاحبي يا صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي، يا رب بقى نشوف حاجه السنه دي قويه معاهم. وعندك مسلسل النص بطوله احمد امين، حمزه العيلي، عبد الرحمن محمد، ممثلين كتير 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 واسماء ابو اليزيد. المهم يعني ان انا عايز اعرف النص دوت سموه النص ليه، وده اللي انا هحاول اركنه وما اتفرجش عليه مع ان حاطه في المسلسلات اللي انا هديها فرصه. اول 3 حلقات لو اتحمست هتفرج عليها واكملها مع السيزون، ما اتحمستش هركنها لبعد رمضان. كده كده مسلسل النص الجزء الاولاني عارفينه وحبيناه، وبرضه احمد امين عارفينه وحابينه مش هيعمل اي حاجه، وانا واثق انه السنه دي عامل مسلسل حلو، فانا برضه مش مديله اولويه ان انا هتفرج عليه يوميا، ولكن انا مديله اولويه ان انا كده هتفرج عليه، بس اتمنى في اول 3 حلقات يجبرني ان انا اكمله. واخر مسلسل معانا هتفرج عليه في السلسله دي هو مسلسل مناعه بطوله هند صبري، اللي ربنا يستر بتناقش قضيه من الثمانينات في رغم ان الديكورات والاماكن والقاهره والبطنيه اللي هم جايبينها دي لا يا باشا انت جايين في اول 2000 1900 حاجه و90، انت فاهم قصدي فين ليه 1800 ليه بقيتوا كده بالزمن لدرجه ان الاماكن مش لايقه على الشخصيات مش لايقه على التصوير. انا حاسس ده بص ده بسم الله الرحمن الرحيم كده من الاعلان. ما بالك بقى لما نتفرج على المسلسل ونشوف شويه حاجات. وخالد سليم عندك ما شاء الله عليه يعني ده موديل اعلانات في 2025، ايه اللي وصله ان هو يبقى مثلا ضابط مباحث 1900 ولا 1800 حاجه و40، هنشوف وربنا يسهل ويحنن على عبيده. انا مستني رايكم في الليسته بتاعتي وعايز اعرف الليسته بتاعتكم هتعملوا فيها ايه. وفي مسلسل نسيت اقول لكم عليه هو مسلسل اولاد الراعي، برضه هيبقى مسلسل قوي ولكن هنديله جس نبض، انا لسه فاكره دلوقتي ومش مكتوب معايا في الليسته بس لسه جاي في دماغي. استنى اشوف ليستتك وما تنساش تعمل لنا فولو على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى بص على كل المنصات. ما تنساش تعمل لنا الفولو بتاعنا الجميل وتشارك الفيديو بتاعنا ده عشان صحابك يعرفوا ويشاركوا معانا برضه من المسلسلات اللي هيتفرجوا عليها. والترتيب اللي انا عامله ده هل هيناسب كل الناس ولا مش هيناسب كل الناس؟ انا اسلام الدولي واستناني بقى في ريفيوهات جديده وفي خيمه الدولي. وجبنا بص ستاره رمضان اهي وهنولع الدنيا في رمضان 26. سلام.